السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست شيماز فويس. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد عليكم وعلى العائلة ديالكم وعلى أفراد الأمة الإسلامية كلها وكل العائلات المغربية. كنتمنى في هذا الشهر الفضيل تملأ قلوبنا بالسكينة والإيمان، ويجمعكم الرحمن في البيوت عامرة بالمحبة والرحمة. رمضانكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، سائلين المولى عز وجل أن يديم علينا وعليكم نعمة الوحدة والدفء الأسري يا رب. الحلقة ديال اليوم غتكون عندها علاقة بشهر رمضان المبارك. كنشوفوا الناس كيقوموا الليل، كيقراو القرآن، كيتصدقوا، كيحاولوا يكونوا في أحسن نسخة ديالهم، ولكن السؤال اللي خاصنا نطرحوه على بعضياتنا هو: واش عباداتنا في رمضان هي عبادة لله ولا غير عبادة موسمية كتجي مع الأجواء ديال رمضان؟ غادي نهضروا على الفرق بين عبادة رمضان وعبادة الله، وكيفاش نقدروا نحافظوا على القرب من الله حتى بعد رمضان. قبل ما نهضروا على الفرق خاصنا نعرفوا أولا علاش في رمضان كنكونوا أقرب لله. والجواب بسيط: في رمضان الأجواء الروحانية كتساعد، المساجد عامرة، الناس صايمين، الشياطين ما كاينينش، المجتمع كامل كيساند هذا الجو. ولكن واش العبادة ديالنا في رمضان كتجي عن قناعة ولا راه غير حنا وارثينها مع الناس؟ لازمكم تعرفوا أن العبادة ديال الله ما مربوطاش بالزمان ولا المكان. ماشي غير في رمضان كنكونوا مصليين وخاشعين ومن بعد كنرجعوا للنمط القديم. الله سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. صدق الله العظيم. ولكن العبادة ماشي غير صيام وصلاة، هي في التعامل، هي أخلاق، هي في كل التفاصيل ديال الحياة اليومية. وأهم حاجة أن العبادة ما عندهاش علاقة بشهر رمضان. عبادة رمضان هي فرصة كبيرة عند الله، ولكن عبادة الله هي أسلوب حياة، هو واحد المبدأ كتبني به حياتك وكتكملها به. في رمضان كنصوموا أكثر، كنزيدوا الخيرات أكثر، كنصدقوا أكثر وكنصليوا أكثر، ولكن الأصل هو من بعد رمضان، هي علاقتك مع الله من بعد رمضان. من الطبيعي أن الإنسان كيحس ببعض الفراغ الروحي ملي كيصلي رمضان، حيت كنكونوا عايشين واحد الأجواء خاصة. سبحان الله، النفس كتكون مطمئنة، الإنسان كيكون حاسس براسو في عنده واحد الراحة نفسية خاصة ما كتقارنش مع الأيام الأخرى. أغلبية الناس كيعطيو واحد القيمة كبيرة لهذا الشهر، وهذا إن دل على شيء فهو كيدل على أن الإنسان عارف قيمة هذاك الشهر المبارك عند الله. إنما اللي خاص الواحد يعرفه أن العبادة الحقيقية خاصها تبقى مستمرة، خاصها تبقى دائما. صحيح أنا ما تكونش بهداك النسبة ديال الكثافة، إنما تتكون مستمر عليها بنفس الروح. فإذا باش نحافظوا على هذه العبادات، أو لا نعطيكم بعض الخطوات اللي تقدر تعاوننا أننا نحافظوا على هذه العبادات ونخليوها حقيقية حتى فاش يخرج رمضان. غادي نقول أولا خليونا نحافظوا على الصلوات في وقتها. خلي هذاك الواجب الديني، هذاك الرابط بينك وبين الله في أي صلاة، تخلي هذاك الشيء اللي كديرو في يدك تمشي تتوضا وتصلي، لأنه هذيك العلاقة هي أهم علاقة، وهي هذيك العلاقة اللي بها غادي تيسر بها الله أمورك، وبها ربي غادي يحل عليك البيبان، وبها ربي غادي يلاقيك بالناس المزيانة، وبها ربي غادي يفتحها في وجهك. تاني حاجة، يحاول الواحد، كنقول يحاول أنه هو يقرأ غير صفحة واحدة من القرآن في النهار. ما يهجرش القرآن، لأنه القرآن هو الشفيع ديالك يوم القيامة. صحيح أن الواحد كيكون مشغول، لأنه حتى الإنسان في الأيام العادية برد رمضان كيكون توقيت العمل ماشي بحال، كيكونوا عنده ضغوطات في الحياة، عنده ما يدار، عنده شي حوايج مهمة، لكن راه ماشي أهم من علاقتك مع الله، لأنه هذيك الشيء اللي انت كتسعى عليه إلا ربي ما بغاش راه ما غاديش توصل ليه. فمن الأفضل تبدأ بساس علاقتك مع الله باش ربي يسهل لك هذاك الشيء اللي انت باغي توصل له. ثالث حاجة وهي الصيام. فحبذا لو أن الواحد يقدر يصوم الاثنين والخميس إلى قدر، ما فيها بس، يعني بالنهاية راه الصوم هو راه فيه واحد النعمة كبيرة على صحة الإنسان. حاول ياخدها من الجهة الإيجابية في الحياة ديالو.
رابع حاجة وهي الصدقة. بمجرد تعطيه وخا غير درهم وخا غير 2 دراهم لشي إنسان وتعاونوا على شي حاجة، فراه نعمة كبيرة، لأنه كتحس براسك أنك فرحتي واحد الشخص، واللي كيفرح ناس كيجيب الله اللي يفرح. وخامس حاجة واللي هي آخر حاجة وهي تحسين الأخلاق والتعامل. في رمضان كنحاولوا ما أمكن نكونوا صبورين، نكونوا كنتعاملوا زوين، نكونوا كنضحكوا مع الناس، نكونوا مبشورين، ونحاولوا أجمعين أن تبقى عندنا هاد الصفات ديال اللباقة في الكلام والطيبة في التعامل، وما نويوش الخايب في الناس. سوء الظن ماشي مزيان، خلي نيتك زوينة ومول المية كيربح. إذا من هنا بغيت نقول لكم أن رمضان هو مدرسة كنتعلموا فيها كيفاش نتقربوا من الله، ولكن العبادة الحقيقية هي اللي كتبقى معانا حياتنا كلها باقي أيام السنة. النية والاستمرارية هما المفتاح. إلا وصلتي معايا لهذا الجزء من الفيديو تنقول لك شكرا لك. كنتمنى أن هذا الفيديو تكون خفيفة على قلبك، ومرة تانية كنتمنى لكم شهر رمضان مبارك مليء يا رب بالخير والبركة والرزق. ما تنساوش أن العبادة الحقيقية هي اللي كتكون نابعة من القلب في رمضان ولا من غير رمضان. تهلاو في راسكم وانتظروني في الحلقة الجاية إن شاء الله.